السلام عليكم. اليوم راح ندير لكم كعكة بالجوز والدقلة، مكونات بسيطة ماهيش مكلفة بزاف، تجي خفيفة. نتمنى تتابعوا الفيديو الاخير وان شاء الله تعجبكم. 3 بيضات، اذا كان البيضة تاعك صغير ديري 4. كاس صغير ربع سكر عادي. خلطي بالباتور حتى يبيض الخليط ويتضاعف الحجم تاعو. كاس صغير ربع زيت. زيدي خلطي بالباتور وزيدي له نص كاس حليب. بعد ما تخلطي الحليب معهم زيدي الفرينة بالتدريج تكون مغربلة مع باكي خميرة يكون مغربل ثاني. خلطيها بالسباتولا. انا درت لي 2 كيسان فرينة. المهم الخليط يكون كثيف ما يكونش جاري. من جهة اخرى تكوني وجدتي كمية من الجوز مكسر صغير ماهوش ملحي، وكمية من الدقلة ثاني منقية ومقطعة رقيق. انا درت 5 حبات جوز و13 حبة دقلة. تحبي ديري الكمية متساوية، تحبي تغلبي الجوز على الدقلة كما تحبي. ديري لهم نص مغرفة فرينة وخلطيهم مليح ولوحيهم في الخليط الاول. خلطي مليح باه يتوزع الجوز والدقلة في العجين كامل، وفرغيهم في مول يكون مدهون زيت وفرينة او زبدة وفرينة، وديريهم في فرن على 180 درجة كالعادة يكون سخن من قبل. هاي وجدت الكعكة تاعنا مع رشة بسيطة سكر. شوفوا كيفاه جات طالعة باينة خفيفة. قطع الجوز والدقلة زادوا عطاوها منظر مليح بزاف. نتمنى تعجبكم الكعكة تاع اليوم وشهية طيبة.